عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ربنا يا رب دايما يطرح كده الخير والبركة يا رب في بيوتكم وفي اعماركم وفي اولادكم، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. بصوا بقى الفيديو بتاع النهارده في حاجات كتير كده لتجهيزات رمضان. هنبص على بعضينا كده ونشوف ايه الحاجات اللي احنا جبناها رمضان ان شاء الله هنفرزها او هنشيلها، وفي الحاجات اللي موجوده اللي هي كخضار للتلاجة او للبيت. نبدا بالحاجه اول حاجه، الحاجه بتاعت رمضان طبعا اللي انا بحبها دايما وبشتاق ليها وبشتاق لاي سيره تيجي من ناحيتها اصلا. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزين لايكات، عايزين كومنتات، عايزين اشتراكات حلوه، وبصوا عايزين تعليقات كده تدينا باور كده وتدينا طاقه. انا عارفه ان مقصره الايام دي في الفيديوهات خالص على الاخر، بس والله العظيم غصب عن الواحد. بصوا اخيرا بقى وليس اخرا رحت بقى امبابه وتسوقت وتجولت وجبت بقى كل اللي انا عايزاه. تمام. عايزين قبل ما نبدا كده الفيديو بتاعي يلا نقول المقدمه بتاعت الفيديو. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا نبدا بقى باول حاجه. بصوا يا بنات، ده الزيتون التفاحي اللي انا كنت عايزه اجيبه وعايزه اخليه رمضان. طبعا الزيتون التفاح عايزه اقول لكم في اسعار وصلت منه 75 جنيه حاليا في السوق، وفي ب60. بصوا عايزه اقول لكم اسعار كانت خياليه لمن استطاع اليه سبيلا زي ما بيقولوا. المهم ده الزيتون تفاحي، او يعني يعتبر درجه تانية يعني في المقاس، يعني مقاسه حلو اهو. بصوا هقرب لكم الكاميرا عليه شويه، المقاس بتاعه جميل اهو، حلو مش وحش. طيب جبتيه بكام ده يا اماني؟ طبعا بعد لف في السوق كتير وتجوال والكلام ده كله، جبته على كام؟ جبته على 35 يا بنات. جبت 2 كيلو اهو، ان شاء الله باذن الله هنخلله لرمضان علينا وعليكم بخير. طيب يبقى كده ادي اول 2 كيلو زيتون. طبعا الحاجات دي ان شاء الله كلها هنعملها فيديوهات مع بعضينا ان شاء الله في الايام الجايه. تمام. جبنا ايه كمان تاني؟ جبت باميه. بصوا الباميه اهي، هي باميه بلدي حلوه، هي مقاسها يعني كويس، نقول كويس. الباميه دي عامله كام؟ عايزه اقول لكم الباميه في كل مكان ب50 جنيه، في كل حته ب50 جنيه. انا جبت ال2 كيلو دول من طبعا المنيره من امبابه من جوه، جبتهم على كام؟ جبت ال2 كيلو دول عاملين 65 يا بنات، عاملين 65 جنيه. هقرب على قد ما اقدر الكاميرا عشان تشوفوا. برضو الحاجات دي ان شاء الله هنفرزها لرمضان. طبعا لقيت مانجا كيت بصوا الحجم بتاعها بسم الله ما شاء الله، الحجم بتاعها كبير جدا. في السوق موجوده. طب جبتيها على كام المانجا دي يا اماني؟ دول كانوا عاملين 6 كيلو ونص. عايزه اقول لكم ان دول كان اخر الفلوس اللي كانت معايا. دول كانوا عاملين 6 كيلو ونص، فجبتهم الكيلو بتاعها عامل 30 جنيه، عامل 30 جنيه بسم الله ما شاء الله زي الفل. طبعا احنا عارفين اسعار المانجا دلوقتي. بصوا انا زي ما بقول لكم كده، اللي عايز ينزل يجيب حاجه كيلو في كيلو والله العظيم، او 2 كيلو في 2 كيلو، هتلاقي الدنيا ظبطت معاكي وتمام وزي الفل. برضو جبت برنيكة جوافة تاني، فرستها وشلتها الحمد لله رب العالمين يعني في الديب فريزر. برضو كل ما بلاقي حاجة، بصوا من ساعة ما أمنت بقى في الديب فريزر وجبته، كل ما بلاقي حاجة الصراحة بحب إن أنا أجيبها وأشيلها فيه. كنت عايزة أجيب ورق عنب، عايزة أقول لكم ورق العنب كان ب75 وكان ب60 جنيه، النهاردة ما كانش فيه حاجة أقل من كده، فقلت أصبر كده عليه شوية وأشوف الدنيا هتعمل إيه. جبت تفاح يا بنات. التفاح ده اللبناني عامل كام؟ عامل 30 جنيه، عامل 30 جنيه. جبت 2 كيلو منه برضو. التفاح ده طبعا مش هيتفرز، طبعا التفاح ده احنا هناكله هو والعنب اللي هو البلدي ده. معرفش هو اتبهدل كده واتقطع مني واتبهدل مني، معرفش. الكيلو بتاع العنب البلدي ده جبت برضو 3 كيلو، الكيلو بكام؟ عامل 15 جنيه. ندخل بقى على الحاجة اللي كان عليها حديث المدينة في الأيام اللي فاتت، الطماطم أو القوطة. بصوا كان عليها ضجة وكان عليها حديث كتير لأن رفعت رفعة يعني. بصوا يلا الحمد لله رب العالمين. طيب دلوقتي الطماطم نزلت وبقت حلوة. الكيلو بتاعها عامل كام؟ الكيلو بتاعها عامل 10 جنيه يا بنات، وفي ب8 وفي كام؟ ب7 منها. الطماطم الحلوة اللي زي الورد دي اللي انتوا شايفينها عاملة 10 جنيه. دول عاملين كام كيلو؟ دول غالبا 4 كيلو ونص، 4 ونص. بصوا في حاجة النهاردة فاقت تصوراتي وفاقت مش عارفة اجيبها لكم ازاي، هخليها لكم اخر حاجة. ندخل هنا عشان هي في الكيس اخر حاجة. البطاطس تحمير اهي، عاملة كام؟ جبتها من هناك، عاملة 17 جنيه، عاملة 17 جنيه برضو. دول وزنتهم غالبا 4 كيلو او 4 ونص، 4 ونص. لقيت بطاطا، العيال بقى لهم فترة طويلة عايزين بطاطا، جبت لهم بطاطا للصينية
دي اللي هي البطاطا الصفراء اهي، قلت ان شاء الله هبعملها لهم بالبشاميل صينيه اهي، برضو ان شاء الله هنبقى نعملها مع بعض. ودي البطاطا البيضه اللي انا بحبها، واللي انا بصوا لو لقيت كل يوم منها في السوق لازم اجيب منها، ما اقدرش ما اجيبش. اهي الشتا بقى دخلت وهنلاقيها كل يوم موجوده في السوق. طيب البطاطا البيضه عامله كام؟ البطاطا البيضه دي عامله 10 جنيه، تمام. والبطاطا الصفرا دي عامله 6 جنيه ونص. جبت 2 من ده و2 من ده. طيب بما اننا هنخلل بقى، يبقى لازم الفلفل الحراق عشان يديه كده ايه، دي لسعه كده ويبقى طعمه حلو جميل. جبت ربع كيلو بس، وجبت كيلو بتنجان. البتنجان عامل كام؟ عامل 6 جنيه ونص، وده جبت ربع كيلو منه، غالبا كان 3 ونص حاجه زي كده. طيب ندخل بقى على البصل. البصل يا بنات اللي مش ناوي يهدى ابدا، مش ناوي كده يخلي عنده دم مش ناوي يخلي عنده دم كده شويه ويهدى ويروق على الناس. الناس تعبت بجد والله العظيم، الناس بتكلم نفسها، الناس تعبت تعبت تعبت. المهم البصليه الحلوه اللي قدامكم ده انا اللي منقيه صراحه المقاس ده، يعني انا بحب المقاس ده في البصل. البصل عامل كام يا اماني؟ البصل كان عامل 25، كان في نوع 22 23 25 وغالبا كان 28. تمام تمام. انا جبت اللي هو 25، لقيته الصراحه حلو، البصليه متدوره وحلوه وجميله، ويعني البصليه كده حلوه يعني. تمام تمام. جبنا ليمون، اقرب لكم كده. جبنا ليمون يا بنات، طبعا الليمون في كل مكان في الدنيا ما عدا عندي طبعا. عامل كام؟ عامل 10 جنيه. جبت كيلو علشان خاطر الزيتون اللي احنا هنخلله، تمام. فجبت كيلو اهو وحديه للزيتون، وجبت نص لاستخدامي انا هنا في البيت. حتى بصوا عازله الكيلو اهو وحديه، وعازله النص وحديه. كيلو عامل 10 جنيه. جبت حزمه كرفس اهي ب3 جنيه. بصوا بصوا يا عيني يا سيدي يا سيدي يا عيني، دي لو باتت للصبح هزغرط، انا هزغرط على وضعها ده. الفلفل ده عامل 15 جنيه، جبت نص كيلو منه. الفلفل الرومي جبت نص بس. الجزر بقى المفاجأة، بصوا مش عارفة نسميه ايه، انا مش عارفة، وحش الشاشة ولا اسميه البرنس ولا الملك ولا اسميه ايه حاليا في السوق. عايزة اقول لكم ان سعر الجزر 40 جنيه. 40 جنيه يا بنات، سعر كيلو الجزر ب40 جنيه. بصوا بقى عشان ما بقاش كذابه، جبت ربع كيلو بس علشان خاطر الزيتون اهو، ربع كيلو بس ب10 جنيه. شفتوا؟ بصوا فاق التصور. بقول للراجل يا عم يمكن انت غلطان، الراجل قاعد يضحك عليا يضحك علي. بقول له انت واثق انه ب40 جنيه مش 4 جنيه؟ الخيار النهارده كان جميل، الخيار ب4 جنيه. الخيار ب5 جنيه. 4 جنيه ايه؟ علقت معاكي ولا ايه؟ الخيار عامل 5 جنيه. جبت 3 كيلو منهم اهو، علشان خاطر الخيار من الحاجات اللي احنا بنحبها جوه التلاجة بس. وجبت طبعا البطرمان، رايحه انسى البطرمان حبيبي تعالى. طبعا جبت لحمه، اللحمه شلتها يا بنات في الفريزر عشان ما حطيتهاش الصراحه مع الحاجه. جبت البطرمان ده، قايله للراجل ده يشيل كام كيلو، قال لي يشيل 2 كيلو. قلت له اكيد؟ قال لي اكيد كمان بالحاجه بتاعتهم. فقولوا لي وطمنوني في الكومنتات عشان انا قلقانه منه. ده عامل كام؟ ده قال لي 17 ونص، خدته ب 15 جنيه اهو علشان خاطر الزيتون. ان شاء الله هنشتغل الحاجات دي كلها مع بعضينا، تمام. عايزين كده ايه، كومنتات كده تشجيعيه شويه، ولايكات حلوه لتفريزات ان شاء الله رمضان، وعايزاكم تشدوا حيلكم كده ايه وتشتغلوا معايا. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا كده باي معلومه من الاسعار بتاعه النهارده ولو كانت بسيطه. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعلوا زرار الجرس على كلمه الكل علشان كل ما انزل فيديو ينزل لكم باشعار. استودعكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.